في هذا الفيديو سنتعلم عن طريقة عمل هذه التركة باستخدام تطبيق VN، وتستطيع تطبيق نفس هذا التأثير باستخدام CapCut. أولا ندخل إلى التطبيق ونقوم بالضغط على علامة زائد New Project. سأترك لكم جميع الملحقات في صندوق الوصف، وإذا كنت تريد تصميم الملحقات الخاصة بك تابع المقطع للنهاية. سأشرح في النهاية طريقة تصميم هذه الملحقات. نختار الخلفية ونضغط Next، ونذهب لنهاية المقطع لحذف العلامة المائية ونضيف طبقة وهي الخلفية الحمراء، ونجعلها بحجم الشاشة من خلال خيار فت، ونتوجه إلى الماسك ونختار ماسك لينير ونحدده بهذه الطريقة، ونسحب السهم ليعطينا هذا الإفكت ونضغط على علامة صح، ثم نقوم بإضافة النص. أنصحك بعمل النص بتطبيق خارجي مثل بيكسل لاب، لأن هناك بعض المشاكل في التطبيق VN من ناحية كتابة النصوص وهكذا، فأصممه باستخدام تطبيق خارجي، وسأشرح ذلك في نهاية الفيديو. ونقوم بإضافة هذا الملحق. طبعا كل هذه الملحقات في صندوق الوصف، وسأشرح طريقة تصميمها في نهاية الفيديو. نكبره بحجم الشاشة بخيار فت بهذا الشكل، ثم نتوجه إلى خيار ماسك، نختار لينير ونجعله دائري بهذا الشكل، ونسحب السهم ليعطينا هذا التأثير ونحركه هنا بحيث لا يظهر الملحق الذي قمنا بإضافته، ونقوم بإضافة كي فريم ونتحرك ثانيتين أو عدد الثواني التي تريدها، ونضيف كي فريم آخر ونحرك الماسك بهذا الشكل ليظهر معنا الملحق. وهذه هي النتيجة النهائية. كما ترون نتيجة احترافية جدا. ثم نقوم بحفظ الفيديو. لنقوم بتصميم الملحقات نقوم بتوجه لتطبيق بيكسل لاب، ونقوم بتحميله من متجر بلاي، ونقوم بفتحه. ثم نقوم عند فتحه يظهر لك هذه الواجهة. نقوم بالضغط على الإلغاء، نحذف النص من خلال اللايرز، نختار المقاس الذي نريده، من هنا أبعاد الصورة، وتكتب المقاسات التي تريدها. لمقاس فيديوهات الشورتس 1080 والطول 1920. هذه مقاس الفيديوهات القصيرة. نتوجه إلى هذا الخيار، ومن اللون نختار اللون الأسود، نضغط على صواب، ثم نتوجه إلى الأشكال، نختار هذا المربع نجعله بهذا الشكل، ونقوم بالضغط على صح، ثم نقوم بوضعه في المنتصف من المحاذاة من الموقع النسبي، ثم نضغط على نسخ ونكرره في الأماكن التي نريدها. ولنسهل علينا أن عمل هذه الخطوة نقوم بدمج ما عملناه معا هكذا، ونضغط على هذا الخيار دمج، ونكرره بشكل أسهل وأسرع، ونحرك الأماكن التي نريدها. ثم نقوم بدمج ما قمنا بعمله بنفس الطريقة، ونضبط حجمه من الحجم. طبعا كل هذا حسب ما تريد وحسب الشكل الذي تريده في النهاية، ونقوم بنسخه ونجعله بالعرض من خلال القص، نقوم بتدويره. ثم نقوم بعمل نسخة أخرى ونحركها إلى الأسفل. كما ترون هذا الملحق أول ملحق سنقوم باستعماله، نقوم بالضغط على حفظ ونحفظه، نحذف ما قمنا بعمله لنقوم بعمل الملحق الثاني،
نتوجه إلى خيار اللون ونختار اللون الأحمر، ومن الزائد نختار درجة اللون الذي نريده ونقوم بحفظ الصورة، ثم نقوم بتصميم النص والكتابة التي نريد أن تظهر معنا في المقطع. ونضغط حسنا، تختار الخط الذي تريده ونضغط على حسن ونضعه في المكان الذي نريد أن يظهر في المقطع، أو يمكنك ضبط مكانه في تطبيق المونتاج حسب ما تريد. ونزيل هذه الخلفية ليصبح خلفية النص شفاف من خلال اختيار خيار شفاف، سيزيل لك خلفية النص. ونضغط على حفظ، وبهذا نكون قد حفظنا النص بصيغة PNG بدون خلفية. نحذفه، نقوم بتصميم الملحق الأخير، نختار شكل مربع ونختار الحجم الذي نريد، والقطر نجعله للآخر، ونضبط الارتفاع بهذا الشكل، ثم نزيل الخلفية ليصبح PNG شفاف ونحفظ الملحق. بطريقة تكون قد صممت الملحقات التي تحتاجها لعمل هذا المقطع. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم إشعار بالفيديوهات الجديدة، وانتظرونا في حلقات أخرى عن المونتاج واحتراف المونتاج من الجوال والكمبيوتر بإذن الله. شاهدوا الحلقات الأخرى من خلال قائمة التشغيل.